مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. النهاردة هنعمل كيكة البسبوسة او كيكة الرواني. المهم هي خليط البسبوسة مع الدقيق. تيجي كده هوت تيجي كده هوت جميلة قوي. كيكة البسبوسة بجد جميلة زي ما انت شايفة. طريقة سهلة جدا، يلا مع بعض نشوف هنعملها ازاي. ومقادير الكيكة بتاعتي: كوباية الا ربع جوز الهند، كوباية الا ربع زيت، كوباية لبن، كوباية سميد، كوباية ونص دقيق، فانيليا، بيكنج باودر، كوباية سكر، 4 بيضات. هي دي كل المقادير بتاعتنا. اول حاجة هنبتدي بيها هنضرب البيض كويس قوي ونضيف له السكر. يلا مع بعض نشوف هنعمله ازاي. وفي الخلاط، في المضرب او مضرب السلك، هنبتدي نضيف البيض مع الفانيليا ونضربهم كويس. بس طبعا مرحلة الضرب دي عشان الصوت هقفلها. وهو بعد ما ضربت البيض كويس ابتدي انزل بالسكر بتاعي والزيت بالمرة كده اهوت، اضربهم كويس وبعد كده نرجع نكمل الطريقة. وهي بعد ما ضربت المكونات بتاعتي، السكر مع الزيت مع البيض كويس جدا، ابتدي بقى اضيف المكونات التانية الجافة. هبتدي انزل بكوباية السميد بتاعتي. خلاص المضرب الكهربائي خلاص بالنسبة لي كده خلاص. ابتدي انزل بالدقيق، وطبعا لازم الدقيق تكوني نخلاه. كوباية ونص هي بتاعتي. وانزل بجوز الهند واقلبهم كده اهو تقليبه خفيفه. واللبن بقى بتاعي هنزل بقى بالتدريج. هي كيكه عاديه خالص، بس الزياده فيها ان انت بتضيفي عليها جوز الهند والشربات. طبعا انا ابتديت بالشربات، كوبايه ونص سكر على كوبايتين ميه، عصرة ليمونة، باكو فانيليا. هي دي كل اللي عندي. طبعا وباكل فانيليا او معلقة كبيرة، وابتدي اضرب كده اهو ضربتين. بكده تكون الكيكة بتاعتي خلصت. اكون مولعة الفرن على درجة 180. هي عشان السميد وكده هو تاخد لها اكتر من نص ساعة، حاولي تاخد 40 دقيقة. وبعد بقى ما اتأكدت ان المكونات بتاعتي كلها اختلطت ببعض كده، بقى شكل الكيكة بتاعتي. هبتدي اكون محضرة الصينية بتاعتي. انا بصراحة المفروض الصينية تبقى اصغر من كده اهو، مش مشكلة عندي. واكون دهناها بسمنة، برضو السمنة بتبقى في درجة حرارة المطبخ. ابتدي بقى اقلب كده اهو. اقلب كله كده اهو. وهي زي ما انت شايفة اضربها ضربتين كده اهو
واكون مسخنه الفرن، وبعد ما تطلع نرجع مع بعض نشوفها تبقى ازاي. بعد ما طلعت بالشكل ده هبتدي بقى اسقيها كلها بالشربات. احط الكميه بتاعتي كلها، اطلع حته صغيره معاكم. بصي زي ما انتي شايفاها بجد جميله. ممكن تزوقيها زي ما انتي شايفه كده اهوت بجوز الهند، جميله جدا. وهي بعد ما حطيت لها جوز الهند هقطعها معاكم. بس زي ما انتي شايفه بجد بجد مفروله وخطيره، جميله جدا وسهله وتحليه بسيطه. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. باي باي.